عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا الأعزاء؟ ألقاكم في درس جديد من دروس مادة العلوم. موضوع درسنا اليوم عملية الهضم. الهدف من درسنا اليوم هو أن يتعرف الطالب على مراحل عملية الهضم. المفردات الهامة في درسنا لهذا اليوم: عملية الهضم، الكيموس، الامتصاص. هناك أسئلة هامة تجدون أجوبتها في سياق درسنا، وهي: ما هي وظيفة الأسنان واللسان؟ ما هي وظيفة اللعاب؟ أين تبدأ عملية الهضم؟ ما هي الطريقة التي تسلكها اللقمة بين الفم والمعدة؟ ما هي وظيفة المعدة؟ أين يصبح الطعام المهضوم جاهزا للامتصاص؟ أين تتم عملية الهضم؟ وما هي الغدد الهاضمة التي تفرز العصارات التي تساعد على عملية الهضم؟ عن طريق ماذا ينتقل الطعام المهضوم إلى الدم؟ ما هي وظيفة المعى الغليظ؟ عن طريق ماذا يتم طرح الفضلات خارج الجسم؟ عندما نقوم بمضغ قطعة من الطعام، تقوم الأسنان بطحن وتقطيع الطعام، ويحرك اللسان الطعام في الفم. هنا تبدأ الغدد اللعابية بإفراز اللعاب الذي يرطب الطعام ويحول النشاء إلى سكريات بسيطة. إذا نستنتج هنا أن عملية الهضم تبدأ في الفم، حيث يحول اللعاب النشاء إلى سكريات بسيطة. ينتقل الطعام بعدها إلى البلعوم. كما ذكرنا سابقا أنه ملتقى طريقتين هضمية وتنفسية، لكن الطعام يسلك السبيل الهضمي ليصل إلى المريء، وهو عبارة عن أنبوب عضلي يصل بين البلعوم والمعدة. نكمل عملية الهضم ليصل الطعام إلى المعدة، حيث تقوم عضلات المعدة بمزج الطعام مع العصارات الهاضمة التي تفرزها الغدد المعدية وتحولها إلى سائل يدعى الكيموس. إذن الكيموس هو مزيج من العصارات الهاضمة والطعام داخل المعدة. نتابع عملية الهضم في المعى الدقيق، وهنا يصبح الطعام جاهز للامتصاص بفضل العصارات الهاضمة التي يفرزها الكبد والبنكرياس والمعى الدقيق. ينتقل الغذاء المهضوم أو الجزيئات القابلة للامتصاص إلى الدم عن طريق الذغابات المعوية. إذا نستنتج أن الامتصاص هو عملية انتقال الغذاء المهضوم عبر الذغابات المعوية إلى الدم. نكمل عملية الهضم لنصل إلى المعى الغليظ، حيث يقوم المعى الغليظ بامتصاص الماء الزائد وتجتمع فيه فضلات الأغذية قبل طرحها عن طريق فتحة الشاج. إذا نستنتج في النهاية أن عملية الهضم هي عملية تحويل الطعام إلى جزيئات قابلة للامتصاص. هذا كان موضوع درسنا لهذا اليوم. أتمنى منكم متابعة الفيديو بعناية وحل الوظيفة الموجودة على الصفحة رقم 20. كان معكم المعلم موسى حجي رمضان. ألقاكم في دروس لاحقة إن شاء الله.